السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام الطيبات كله صحة وعافية. فالنهاردة جبنا لكم المسموح من الألبان في نظام الطيبات والممنوع من الألبان في نظام الطيبات بالصور يا جماعة، عشان اللي لسه معرفش الممنوعات من الألبان في نظام الطيبات يعرفها ويعرف المسموح منها، بحيث اللي هو يقدر ياخد فايدة الألبان من غير ما يضر جسمه، وياخد الكالسيوم بمنتهى البساطة ومن غير ما يضر جسمه ومن غير أي مشاكل. ويلا بينا نستعرض دلوقتي المسموح من الألبان في نظام الطيبات. أول حاجة معانا يا جماعة القشطة. القشطة العلب زي ما انتم شايفينها كده، وممكن نجيب القشطة السايبة من عند اللبانة عادي برضو، دي مسموحة. ومعانا الجبنة الموزاريلا، وكمان الجبنة الموزاريلا بس ما نحطهاش على البيتزا يا جماعة، لأن البيتزا ممنوعة. الجبنة الموزاريلا ممكن نحطها على التوست وناكلها ونعملها زيها زي البيتزا. نحط برضو فلفل، ونحط بس فلفل كتطعيم يعني، بس كده شكل يعني، وفي الاخر نشيله عشان الفلفل ممنوع. وناكل التوست على شكل البيتزا كده، وعليه الموزاريلا، هيبقى جميل وهيبقى طعم. بعد كده معانا الجبنة السائل، اللي هو الجبنة الكوبايات يا جماعة، اللي هي بتبقى زيها زي الجبنة نستو بس محطوطة في كوبايات، بتبقى سايلة كده وبتبقى سهلة الهضم، ودي معانا في المسموحات. وبعد كده الجبنة المثلثات اللي هي الجبنة النستو يا جماعة، دي برضو مسموحة معانا في النظام. وكل بقى أنواع الجبن المطبوخة زي الجبنة الشيدر، الجبنة الجودة، الجبنة الفلامنك، الجبنة الرومي، بس نوع كويس، ما تكونش اللي هي الناشفة اللي هي بتبقى عاملة زي البلاستيك، دي نستنضف نوع كويس من الجبنة. دي كده يا جماعة المسموحات. واهم حاجة في المسموحات اللي انت تاكل الحاجات دي كلها بالتوست، مش بالعيش، مش بالدقيق. ما تاكلش المنتجات دي كلها بمنتجات الدقيق، ولا فينو ولا كايزر ولا الكلام ده كله، لان طبعا انت كده هتعمل ضرر وهتدخل ممنوع مع مسموح، فكده النظام هيتلخبط. اهم حاجة المنتجات دي كلها بالتوست يا جماعة. هنبدأ بقى مع حضراتكم دلوقتي بالممنوعات من الألبان في نظام الطيبات. الممنوعات دي يا جماعة أهم حاجة إن أنت توقفها وما تاكلهاش نهائي. وبالنسبة للزبادي في رمضان، لأ، ما تاكلش زبادي في رمضان نهائي، لأن أنت كده هتضر جسمك وهتوجع ظهرك وهتعمل مشاكل في المعدة، عشان الكاسين اللي موجود في الزبادي وموجود في منتجات الألبان بيبقى صعب الهضم، فهيحصل لك مشاكل. ففي رمضان او غير رمضان ما تاكلش زبادي ولا جبن بيضة نهائي ولا جبنة قريش ولا تشرب لبن. هنقول اول حاجة معانا الجبنة البيضة الاكياس. وبعد كده معانا الحليب اللي هو بيبقى في ازايز، اي ازازة بقى سواء بلاستيك او ازاز ده ممنوع، او حتى في اكياس اللي هو بيتجاب من عند اللبان في اكياس، ده برضو ممنوع. اللبن بانواعه ممنوع واشكاله. الجبنة الكيري ممنوعة. الزبادي بقى كل جميع الزبادي ممنوع، حتى اللي محطوط عليه فواكه، حتى لو كانت الفواكه من المسموحات، فبرضو الزبادي ده ممنوع يا جماعة، لأن المشكلة الزبادي ده بيبقى فيه مشكلة وصعب الهضم، اللي هي مادة الكاسين اللي احنا قلنا عليها اللي موجودة في الألبان عامة. بعد كده الجبنة الفيتا اللي هي المراعي. وبعد كده معانا اللبن الطازج قلنا جميع الألبان بقى. ومعانا بعد كده الملكي في العلب اللي هي الصفيح. ومعانا بعد كده الحليب اللي هو المكثف. وبعد كده اللبنة البقرية. كل دي من الممنوعات يا جماعة. أهم حاجة اللي أنت تبعد عن الممنوع، ابعد عن الممنوع وخليك في المسموح، لأن المسموح عبارة عن جبن مطبوخة اتطبخت ومرت في عملية الطبخ بدرجة حرارة عالية، فخلت الكاسين اللي موجود في منتجات الألبان بقت خلاص يعتبر مش موجودة ولا تذكر، فبالتالي هتبقى سهلة على المعدة وسهلة على الهضم وسهلة في الإخراج. فانت هتاكل يعني الجبنة مثلثات سهلة جدا، انت بتاكلها بتفردها بمنتهى السهولة، فبتخش المعدة فبتخرج بمنتهى السهولة وما بتعملش أي مشاكل في الجسم، زيها زي الجبنة الموزاريلا برضو. والدكتور ده قال طالما الحاجات دي كلها بتتحط في الميكروويف وبتسيح، يبقى بالتالي هتسيح في معدتك اللي هي درجة حرارتها 37، فبالتالي هتسيح بمنتهى السهولة وهتخرج بمنتهى السهولة، ومش هتعمل لك أي مشاكل صحية، ولا هتعمل التهابات في الجسم، ولا هتعمل وجع في الظهر. والله الشافي العافي، وربنا يوفق وربنا يشفي الناس كلها.
وربنا يوفق الجميع بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.